اكتشف كيفاش بدا الشعبي في الجزائر؟ قلت جابوا قصائد من المغرب. نعم، نقدروا نقولوا انه اصلا من المغرب. القصائد هي مغربيه. كان الشيخ ناظور راح للمغرب وراح لزاويه الوزان، راح جاب من تم القصائد ودخل لاول مره المديح اللي راح في المستقبل يولي الشعبي. ودخل لاول مره المديح اللي راح في المستقبل يولي الشعبي. كي جا الشيخ الناظور دخل للجزائر بهذه القصايد. الشيخ الناظور تعب باش يعطي طبع خاص لهذا الفن، لان شاف الشيخ الناظور والشيخ العنقا فهموا باللي الطبع الجزائري ما يشبه لا الاسبانيول الاندلس ولا المغاربه. الشعبي مع الاول كيفاش كانوا يسميوه؟ على بالك كيفاش كانوا يسميوه؟ كانوا يسميوه المغربي. علاش كانوا يسموه المغربي؟ باسكو سيتي القصايد من المغرب، باسكو القصايد كاع من المغرب يادابتيو اللونغاج تاع المروك على فاسون الجيرواز. دونك كاين دي مو يتبدلوا، كاين دي برونونسياسيون يتبدلوا، مي الكلام بقى شعر ملحون مغربي. هذا النوع الجديد تاع الموسيقى ولا يتلعب في كامل القهاوي الشعبيه تاع القصبه، خاصه في سهرات رمضان، وين الفنانين بداو تاني يدخلوا في القصايد تاع الملحون المغربي. ما خلى حتى حاجه العنقه يقول كلام وخليه كان يروح للمغرب يجيب القصايد. هاد القصايد باغ كيقولوا مفقودين وكاع، منين يجيبوه؟ من عند الشيخ كبار وجابوا من المروك، جابوه من المغرب. منين جابوهم؟ جابوهم من البيار، من بلاكنون. اوكي يا شيخ.